مفيش وجع أكبر من إن الضربة تيجي من أقرب واحدة ليكِ. عارفين، إحنا ممكن نتحمل إن حد غريب يأذينا، بس إنِك تتأذي من صاحبتِك ده وجع فوق الوجع. أنا مي، وحلقتنا النهاردة عن قصص حقيقية، وهي الخيانة. وعلى فكرة، الخيانة مش بس بتيجي من جوزك أو مش بتيجي من خطيبك، الخيانة ممكن تيجي من أقرب واحدة ليكِ، أقرب صاحبة ليكِ ممكن الضربة تيجي منها. وهي على فكرة قصص كتير قوي ما بين اتنين صحاب انتهت بان واحدة فيهم خانت التانية او اتكلمت في ظهر التانية. مش بس الخيانة، على فكرة ممكن ان هي تاخد جوزك او تاخد خطيبك منك، لأ، الخيانة بتبقى خيانة كلام، خيانة طلوع اسرار، دي كلها اسمها خيانة. ولكن قصة النهاردة قصة فعلا توجع القلب، موجودة كتير قوي وحصلت كتير جدا ما بين كل اتنين متصاحبين، وكل اتنين بيقولوا على بعض ان هم اخوات. مفيش حاجة اسمها صاحبتي واقرب واحدة ليا واختي. اذا كان الاخوات بيخونوا بعض، تفتكري صاحبتك مش هتخونك؟ قصة النهاردة بتتكلم عن خيانة الصحاب لبعض، الخيانة اللي تبقي مدياها أسرارك كلها وبتحكي لها عن أصغر تفاصيل حياتك، بس هي ما بتصونهوش. عارفين انتوا صاحبتكم اللي بتبقوا رايحين جايين ماشيين طالعين واكلين شاربين نايمين مع بعض، كل حاجة بتعملوها مع بعض، رايحين الجامعة سوا، راجعين من الجامعة سوا، رايحين النادي، عندكم تمرين، بتروحوا وتيجوا. حتى لما يوم خطوبتك او يوم جوازك، دي اكتر واحدة واقرب واحدة بتبقى معاكي، بتبقى مسحولة معاكي في ترتيبات خطوبتك، وبتبقى مسحولة معاكي في ترتيبات جوازها. كل الكلام ده ممكن جدا ما يصورلكيش ان اللي ماشية معاكي خطوة بخطوة دي تبقى هي اكتر حد عايزك تقعي، وتبقى هي اكتر حد عايز يضربك في ظهرك. وبالفعل ممكن تلاقيها بتعمل حاجات كتير جدا تأذيكي بيها، بس للأسف انت بتبقي مستبعدة كل حاجة جاية من ناحيتها. صاحبتك اللي اقرب واحدة ليكي دي ممكن تبقى السبب في خراب شغل ليكي، تبقى سبب في خراب جوازة، تبقى سبب في خراب خطوبة ليكي. وفي نفس الوقت انت دي اول واحدة انت بتجري عليها تديها الجديد اللي في حياتك، وفي نفس الوقت انت مش مخوناها ومستبعداها تماما عن اي حاجة بتحصل في حياتك او اي خراب بيجي في حياتك. انت بتبقي مستبعدة الشخصية دي كل البعد، بتقولي لا يمكن انها تعمل كده، رغم انك ممكن تروحي وتعيطي لها وتقعدي معاها وتقولي لها حصل ومعايا وعملوا وسووا، وهي تبقى السبب في ده. هي ممكن تبقى خربالك حياتك، وفي نفس الوقت بتشوفك تاخدك في حضنها وتفضل تطبطب عليكي، وانتي اقرب واحده ليا وانا ما يهونش عليا زعلك، رغم ان هي من قلبها من جوه مليان سواد وغل وحقد من ناحيتك. انا بجد بتكلم في الموضوع ده وانا زعلانه، زعلانه على ان ما بقاش في حاجه اسمها اتنين صحاب، مفيش، مش موجود الكلام ده. حرصي، مفروض ان انا احرص من اقرب واحده ليا متربيه معاها، فجاه كده الدنيا بتتشقلب فوقاني تحتاني. وعلى فكره انا عايزه اقولك على حاجه، ان صدمه الصحاب اقوى من صدمه انك تبقي مثلا مخطوبه لواحد بقالكوا 10 سنين مع بعض وتفركشوا. كون ان انت تبعدي عن واحده صاحبتك والله وجعها بيبقى كبير قوي. عارفين انتوا لما اللي كنت بتحكي لها كل حاجة، واللي كنت بتفرحي معاها وتحزني معاها، اللي كنت بتحكي لها عن حب عمرك بكل تفاصيله، بتبقى وجع فوق وجع، بيبقى وجع كبير قوي والله. ومش بس وجع قلب، على فكرة دي خيانة للثقة، وكأنك فجأة صحيتي من حلم جميل على كابوس. انا عارفة على فكرة ان الموضوع ده حساس جدا، وعشان كده قررت النهاردة نحكي فيه بكل بساطة واخوية. بس خلينا قبل ما نتكلم في اي حاجة، تعالوا نتكلم كده واحكي لكم قصة بسيطة خالص لسه النهاردة واحدة كانت بتحكيها لي، من اتنين صحاب، واتنين صحاب قوي، وعمري ما كنت اتخيل ولا اتوقع ان الخيانة تيجي ما بين الاتنين دول بالذات. وحقيقي صدمتي كانت كبيرة قوي. في بنت اسمها سمر كانت مرتبطة، هي مش مرتبطة برضو تصحيحا يعني، مش ارتباط، لا هو كانت خطوبة يعني، بقالهم 3 سنين. كانوا بيحضروا لفرحهم وخلاص، يعني فرحهم كان مثلا ممكن نقول 3 شهور ولا حاجة وهيتجوزوا. البنت بتحكي لي بتقول لي ايه، العلاقة ما بيننا كانت مستقرة جدا وجميلة جدا، وكانت بتحكي كل تفاصيل علاقتها دي لصاحبتها. تخيلوا، كانت بتودي معاها هدايا ليه،
بتحكي لها عن خططهم مع بعض، وبتحكي لهم عن اسرارها، فرحتها واحزانها، كل حاجه وكل صغيره وكبيره كانت بتحصل ما بينهم. مروه دي كانت بتروح لصاحبتها وبتحكي لها كل حاجه عنه. هي مش مديه اخوانه على فكره، هي صاحبتها دي صاحبتها من وهم صغيرين في ابتدائي. ومع الوقت صاحبتها دي بدأت تتقرب من حبيب سمر، مش بس كلام عادي، هي ممكن تكون اتكلمت معاه مرة اتنين كده بتصلح ما بينهم. مع الوقت بدأ الاتصال بيه كتير عشان تطمن عليه. هو طبعا كان بيقول لها في الاول يعني وبيحكي لها كل حاجة بتحصل، فجأة مبقاش يحكي اي حاجة، تبعت له مسجات عادية تبرر مثلا ان هو اخوها زي ما هي بتحب صاحبتها مثلا. وسمر كانت مصدقة ومغمضة عينيها للآخر، لحد ما في يوم بالصدفة سمر شافت مسج غريبة على موبايله، ولما دورت وراهم لقت مصايب. اكتشفت ان صاحبتها واقرب واحدة ليها واختها اللي كانت بتقسم معاها الاكل كده كانت بتقابله من وراها، وكانت بتحاول بكل الطرق انها تبوظ علاقتهم ببعض، وكمان بتحاول بكل الطرق وبقلة كرامة ان هي تخطفه منها. على فكرة انا مش مع ان الراجل اي واحدة ممكن تخطفه يعني، بس خلينا نكمل كده للاخر ونعرف ايه اللي حصل. الصدمة مش بس انها خايناها، الصدمة الحقيقية كانت اللي خانتها دي واحدة اقرب الناس ليها، بتعتبرها اختها. هي مش بتعتبرها، هي فعلا اختها. بس اللي حصل ان هي ما كانتش خيانة بس، ما كانتش خيانة ان هي عايزة تاخد خطيبها بس، لا ده بالعكس، دي كانت مسوقة سمعة سمر عند خطيبها دي بكل الطرق، وحكياله كل الاسرار اللي حصلت من قبل ما يعرفوا بعض. يعني بوظت العلاقة ما بين الطرفين نهائيا عشان بس توصل للي هي عايزاه. وطبعا سمر دي سابت خطيبها وقطعت علاقتهم بالاتنين. بس اتعلمت درس، مش كل اللي بيسقف لك وهو شايفك مبسوط بيتمنى ليك السعادة. واللي انا عايزة اقوله بجد، ليه اصلا بنت تعمل كده في صاحبتها؟ عشان الغيرة؟ عشان نقص جوه قلبها مش قادرة تملاه؟ ولا عشان هي مش واثقة في نفسها كفاية؟ البنت اللي بتسرق خطيب صاحبتها او جوز صاحبتها مش ناقصها حب على فكرة، ناقصها احترام لنفسها. لما تبصي على علاقة صاحبتك بعين طمع مش بعين فرح، انتي بتهدي احترامك قدام نفسك قبل ما بتهدي صداقتك. ولأي بنت اتعرضت لخيانة من أي حد قريب ليها، اوعي تحسي انك قليلة أو مش كفاية. العيب مش فيكي على فكرة، العيب في اللي خان، والعيب في اللي ما كانش يستهلك أصلا. احنا لازم نحمي قلوبنا، مش نمنع الحب والصداقة، لأ، بس نكون أذكى من كده شوية، ناخد بالنا من تصرفاتها اللي حوالينا. مش كل حد بيضحك معاه يبقى أمين على أسرارنا، ومش كل حد بيقولك انتي حبيبتي وانتي روحي وانتي أختي تبقى بتحبلك الخير من قلبها. بالعكس، انتي ممكن تبقي قاعدة بتحكي لها وهي بتضحك في وشك واخداكي في حضنها، وهي من جواها غل الدنيا بيبقى طافح في قلبها من جوا، بس مش باين للأسف. في ناس كده بتتفنن ان هي تخبي الغل والحقد اللي بيطلع منها. او يمكن الناس، في بنات بتبقى طيبة زيادة، بيبقى باين قدامك ان هي بتغل من جواكي، بس انتي للأسف مش مدية اخوانة، ومستبعدة كل البعد ان هي ممكن تكون غيرانة منك او بتعمل حاجة من ورا ظهرك، او بتخطط لأي حاجة عشان توجعك. ولأي بنت شايفة نفسها بطلة لانها خطفت حبيب صاحبتها، احب اقولك حاجة، انتي ما كسبتيش، انتي خسرانة. قبل حتى ما تبدأي خسرتي احترامك لنفسك، وخسرتي حب نضيف كان ممكن يكون ليكي لما يجي في وقته وبشكله الصح. لان ببساطة الحب اللي بيجي على جرح حد بيمشي من حياتك وانتي موجوعة اكتر. خليكي البنت اللي لما حد يفتكرك يبتسم ويشكر فيكي من ظهرك، مش البنت اللي لما حد يفتكرها يحس بالخذلان. خليكي نور في حياة الناس مش غدر، خليكي حب مش وجع. في كل مرة تحسي ان الدنيا ضلمت حواليكي، افتكري ان نورك جواكي مش براكي، افتكري ان قيمتك مش بتتقاس بعدد الناس اللي حواليكي، ولا بكلام الناس عنك، ولا بحب حد ليكي. قيمتك بتبدأ من حبك لنفسك واحترامك لقلبك. خليكي دايما البنت اللي بتحترم نفسها قبل ما تطلب الاحترام من الناس. خليكي البنت اللي بتحافظ على قلبها نضيف مهما اتأذت. خليكي البنت اللي لما تمشي من حياة حد يحس ان هو خسر حاجة عظيمة. وما تنسوش دايما ان الحب الحقيقي بيبدأ من حبنا لنفسنا. اشوفكم في حلقة جديدة بكل حب وسلام. ما تنسوش تشيروا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رأيكم تحت في الفيديو.
وتاني اخر الفيديو بشكر الكام 5 6 اللي بيتابعوني. شكرا من كل قلبي، واستنوني في حلقة جديدة واشوفكم على خير. باي باي.